كمان يمكن كمان شفتوه بالفيديو السابق هو الجلوس. انا مثل ما بتعرفوني انا والجلوسز ما بتفق بالمره، ما بحب الجلوسز، ما بحب حسهم على شفافي، ما بعرف فكرتهم ان جنرال، بفضل الحمراء. بس كل شيء تغير وقت جربت هيدا الليب جلوس. بس كمان بحب الكلارنس ليب بيرفكتورز اللي بيجوا مثل الليب بالم، كمان كثير بحبهم. بس از جلوس هيدا الجلاس من بوبي براون، عطوني اياه كادو وقت كان في برزنتيشن عندهم منتوجات جديده، واجا الميك اب ارتست عمل لنا ميك اب وعطونا كادو جيفت باج، وكان بقلبه هيدا الجلاس. جلاس بيعقد. اول شيء ريحتهم منا هيدي الريحه تبع الجلاسز يلي بتوجع الراس، يعني منا كتير كعبيه وما بعرف شو. ريحتها كتير هيك سوفت على بيتشي تون، لونه بخوف شوي بالعلبة بس هو كتير very soft و very هيك transparent، يعني بيعطي شوي انه بتحسوا انه في لون بس نفس الوقت ما في لون. اذا حابين تشوفوا كيف طالع هذا اللون علي فيكم تحت تشوفوا الفيديو السابق يلي حطيته عن الميك اب لاول يوم مدرسة. يعني اذا عم بتفتشوا على ليب جلاسز او انتم بتحبوا ليب جلاسز بس ما بتحبوا هذا الشعور تبع الستيكنس انه كل شيء عم بيلزق وكل شيء عم بيفوت بيدمكم، جربوا البوبي براون ليب جلاسز. منن كتير غاليين للهاي اند ميك اب، واكيد مش بالبوبي براون، يعني ارخص شيء بالبوبي براون اي ثينك حقه شيء $25. اذا انتم بتحبون بنصحكم فيهم كتير. كمان شغله جديده عندي اياها هي ميك اب براش جديده من سيت. انا عنديها بس وحده، في حدا بعرفه جاب الست تبع سامر خزامي، ما بعرف اذا بتعرفوه، هي ميك اب ارتست عندنا من لبنان. اصلا صراحه ما كنت عارفه انه عنده براشز بس apparently he has، وصراحه ما بهون شيء، يعني I was surprised by the quality، انه الكواليتي كثير منيحه. هيدي هي الريشه من سامر خزامي برقم 39. هي لشو معموله ما بعرف، انا عم بستعملها للهايلايتر لانه بيرفكت لإلها. I think كمان ممكن تكون للسكالبتينج، يعني فيكم ترسموا فيهم انه تستعملوا السكالبتر وتعملوا الخدود، ترسموا خدودكم. بس انا بحسها للهايلايتر كمان اتس بيرفكت. منا one of the best brushes يلي استعملتهم، لانه ما حبيتها بالغسيل، بس يمكن لانه بعد اول مره بالغسيل، بس غسلتني مره برجع بخبركم، حسيت كان عم يطلع منها شعر وما بحب هيك. هني منن كثير غاليين بس منن رخاص من ناحيه انه ما فيكم تشتروا وحده، بدكم تشتروا الست كلها، والست كلها غاليه. الست كلها بتجي $100 $200 $400 حسب الست. اكيد $400 ما حدا بحاجه لكل هالبراشز. يعني اسعارها تقريبا سعرها بيصير تقريبا ب $16-18 which is normal مقارنه بالبراندز الثانيه، لانه صار ميبل لوريال عم ينزلوا براشز عم بيكونوا $15. so this is much better، لانه بالنهايه هي ميك اب ارتست، وميك اب ارتست بيفهموا بالرياج اكثر من حيلا حدا. وعندي كمان كيف واحد بيقطع الشهر بلا ما اشتري البولشز، بس هالمره صراحه مش شاري كلهم، شاري بس واحد منهم، الثاني جابوا لي كادو كمان من ألين. ثانك يو فيري ماتش ألين. مرة ثالثة جبت لي هيدا اللون من أسي، بتعرفوا أنا كثير بحب الأسي، وبالذات بحب هيدا اللون. هيدا اللون لايلاسيزم ما بقى عم لاقيه بكل المطارح. I think it was discontinued، يعني ما بقى يعملوه، بس ماني أكيدة بالموضوع لأنه ما بقى لاقيه على الويب سايت. بس ألين إنه لقيته بالستور بالمحلات هونيك بأمريكا عادي، سو ما بعرف. in any case هيدا اللون كتير بيرفكت، كتير بحبه. بيجي a very toned down purple، يعني البيربل يلي هيك باهت، منه فاقع، كتير بيرفكت على الضفير. ومثل العادة الأسي بعقده كتير بحبهم ودايما بحب اشتريهم. نيل بولش جديد جربته او براند جديد جربته هي سالي هانسن الجل، الميركل جل. كنت مجربه السيري تبعهم اكستريم وير يلي بتجي هيك طويله، يعني مش هيك عريضه، طويله. بحبها كتير، سيري كتير بحبها. هيدي اول مره وبصراحه جبتها لانه مكتوب عليها الجل، قلت خليني اشوف اذا بيطلعوا مثل الجل نيل بولشز او لا.
to tell you the truth يعني نقول الصراحة كتير 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 حبيت الريشة. يعني ريشتها من أريح الريش، وعادة بتلاقوها بس بالهاي اند برودكتس. يعني أنا عنديهم بالنيل بوليش لانكوم وبنيل بوليشز YSL. يعني عادة ما بتلاقوا هالريشة وين ما كان، حتى أسي ما عنده هيدي الريشة. كتير هين إذا أنتم عم بتعانوا من حط المناكير ما بتعرفوا تحطوهم مظبوط، هيدي الريشة كتير بتسهل الموضوع. يعني بمسحة واحدة عم تدهنوا كل الضفر وبضاين منيح، مش كتير. هلا حاطة هيدا هو اللون اللي على ضفيري، هلا حاطة كمان شوي جلات وتحممت وهيك، فصار له 3 أيام بس بلش يقرش. أنا ما كتير بيصير عندي هالاشياء. بس اي ثينك هيدا مش من نيل بوليش، هيدا من شي تاني جربته جديد اللي هو البيس كوت من الساشريت. بتعرفوا كيف بيصير؟ انا ساشريت التوب كوت كتير بحبه، بعتبره من احسن توب كوتس، فبقول انه اوكي اذا عندها هالبراند توب كوتس بعقد قبل ما يعملوا بيس كوت حلو كتير. مش كتير ولا زياده. هذا البيس كوت من ساشريت اسمه ساش بيس. ما بعرف، ما كتير فهمته. اول شي لونه مثل كأنه ابيض على يعني بس تدهنوه بيعمل ابيض، مش انه ما بعرف. انا البيس كوت ما كتير بحب يكون ابيض، بحب بس انه يعطي هيك مثل انه بيغطي لي وبيعبي لي هيك اذا في تجاعيد او في شيء منه بيرفكت، يعني الضفر منه نظيف كليا، فبحب البيس كوت ينظف هذا الشيء. بس لونه على هيك مثل في بقلبه لمعه وبضل يبين عن الطرف، يعني بس تحطه بترجعوا النيل بوليش بيصير يبين على الطرف. ما بعرف، رح ارجع اجربه. جربته بس مرتين بس انه ما كتير. يعني ساشريت بعقد التوب كوت، بس انه هيدا البيس كوت ما كتير. واخر شغله اللي اشتريتها هي من براند كلارانس. كنت وقتها مسافره هلا مش من زمان على شرم الشيخ مع فاكيشن. عاده كثير بحب اشتري من ديوتي فري ميك اب، بس هالمره برمت بس ما لقيت شيء. يمكن لانه شوي تعبت من الميك اب، خصوصا الصيفيه وهيك ما كثير عم بحط ميك اب، ماني بالمود. قررت جرب كلارانس از سكين كير. عندي كم شغله منه بس مش مجربه كل الاشياء. كثير بحب الترافل سايزز، يعني كثير حلوين. اذا انتم حابين تتعرفوا على براندز ما انكم جربينها، تشتروا بالديوتي فري مثل سيتس بيعملوهم اللي بيحطوا اول شيء احسن اغراض عندهم اياهم، دائما بيكونوا بيست سيلرز، وثاني شيء بيكونوا بقياسات صغيره وبسعر منيح، لانه عن جد حرام واحد يشتري كثير وبقياسات كبيره ويمكن ما يعجبهم ويرجع يحطهم هيك على جنب ما يعمل فيهم شيء، اكيد ما لها طعمه. جبت هيدي السيت. هيدي السيت اسمها تيك اوف اسينشلز، يعني لتشيل ميك اب، يعني مثل تنظيف البشره وتحضير البشره. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هذا الفيديو السريع، بس حكيتكم عن كم غرض. اذا حابين تتعرفوا اكثر على البرودكتس اللي انا حكيتكم عنهم بليز اكتبوا لي بخانه التعليقات اي برودكتس حبيتون اكثر شيء تعمل عنهم ريفيو اكبر، او بركي بحطهم بتوتوريالز. وبشوفكم اكيد